كل رياضي عنده فلات فوت عنده هاجس كبير. هل يقدر يكون رياضي محترف كبير؟ يعني مفيش اي حاجه من الحاجات دي تمنع ان انت تبقى اليت. خليني اقول لك شويه من اشهر الرياضيين اللي عندهم فلات فوت: ميسي، بنزيما، مايكل جوردن، ليبرون جيمس وبولت. طب ازاي يبقى عندك فلات فوت وتكون رياضي محترف؟ في درجات من الفلات فوت، وزي ما انت قلت هو يعني بولت كان عنده كمان سكوليوزز عنيف. ممكن تتخيل ان الحاجات دي لازم تعمل له مشاكل. هو فينومينا، هو مش مجرد رياضي. طب في خرافات تانية بتقول ان اللي عنده فلات فوت لا ينفع يقف كتير ولا يلعب كوره او رياضه. مثل زي ما انت قلت هي خرافات او اقوال خلاص بقت بتتقال من واحد للتاني، بس مش للمختصين. المختصين فاهمين كويس ان دي حاجه ممكن لا تتعارض، بس يبتدي الشغل عليها ويبتدي علاجها بشكل كويس. طب هل الفلات فوت حاجه واحده عند الكل ولا له درجات مختلفه؟ في حاجات فلات فوت محتاجه عمليه عشان تتصلح، وفي حاجات لا، طبيا حسب هو بسبب تشوه عظمي حاصل ولا بسبب ضعف في الاربطه. لو هو بسبب ضعف في الاربطه فمع استخدام فرش وبعض التقويات الامور بتتحسن جدا. طب يا ترى ميسي وبنزيما وجيمس وغيرهم بيلعبوا ازاي بالفلات فوت؟ ففكره انك انت تعمل فرشه دي بتساعد جدا، بس فكره انك تعمل فرشه معينه لجزمه الكوره مش سهله خالص. لازم الناس اللي هم المصنعين نفسهم فرش بعد استخدام الفرشه ب6 شهور ان هي بتتحسن جدا. في جزء منهم بيحتاج علاج طبيعي وجزء ما بيحتاجش اصلا. وانت عندك فلات فوت زي ميسي ولا انت زي رونالدو؟